كما كنت وعدتك كذلك المتتبعين اننا غنديروا حلقات حول الحلول غادي نقسموها. اليوم غنتناولوا جزء على اساس الاسبوع الجاي اعدك اننا ناخذ حلول اخرى باش كومسا تكون الحلول تاخذ بلاصتها. نعم، طلعت على الجريده الرسميه اللي صدرت في 20 فبراير حول التخفيض ديال الادويه. واقول مره اخرى ان هذه الحكومه كتفلى علينا. هذه الحكومه كتفلى علينا، كتفلى على المغاربه. علاش حاس؟ لان ماشي هذا هو النقص اللي بغينا في الاثمنه ديال الدواء. دابا خدامين كيلهيونا، اجي ندير هذا عاوتاني. الحلول ناخذ مثال واحد ديال واحد الدواء اللي فاش كتشوفوا في الاول كتقول مزيان وان الحكومه خدمات ودارت وهذا اللي هو طارسيفا، الدواء ديال الكونسير. الثمن ديالو قبل كان تيدير السرطان هذا الثمن ديالو كان تيدير 17885 درهم. 17885 درهم. نقولها حتى لبعض بطريقه 1,140,000 المغاربه. هبطوا ليه الثمن. شحال ولا؟ دابا ولا ب 9450 درهم. دابا مزيان. زيد 9000. هي 180,000 ريال. مزيان هاد الرخصه، يعني هبط بزاف. واخا نفس الدواء شحال كيدير في الهند هذا؟ شحال كيدير في الهند؟ انت مالك مع الهند؟ كتقرا في الهند انت هي اللي فيها الدواء رخيص. كيدير 347 درهم. 347 درهم. كان الفرق ديال 1,100,000 وشحال و30,000 ريال زايده. قلت لك الحكومه كتضحك علينا، ما قدرتش حتى نحسبها. عافاك عزيز المبلاتي، دابا في المغرب كيبيعوا المغاربه كان تيدير الثمن القديم. لا الثمن القديم لا 1,140,000 ريال. دابا في المغرب كيبيعوا دواء المغاربه ب 1,140,000 ريال. اييه. وفي الهند جات الحكومه بلاتي. لا بلاتي لا قول ما نقيس. لا بلاتي في الهند ب 6,000 ريال. جات الحكومه قالت لك انا غنقص الثمن ديال الدواء بحال الهند. غادي نقص الثمن ديال الدواء وغنبيع لكم 180,000 ريال. قلنا لا ماشي هادشي اللي بغينا. حنا بغيناه لان في الهند تيدير 347 درهم. علاش؟ ولكن ربما هما علاش تما رخيص لهاد الدرجه؟ ماشي تما رخيص لان تماك الناس مهرسه البروفي كتصاوب لي جينيريك هي. لان هاد الدواء ديال روش هي مولاتو ما قادرينش حنا نجيو عند روش ونقولوا ليها لا بغيتي هاد الدواء. روش شركه ديال الدواء سويسريه. نجيو عندها ونقول لها شوفي يا روش بغيتي تبيع الدواء في المغرب غتبيعيه ب 400 درهم، ما بغيتيش سيري فحالك غنجيبوه من الهند. وعلاش ما قدرناش نقولوا لها؟ فينا هو؟ ها هو كاين هنا وهنا قول لي علاش ما قدرش يقولها لها؟ دابا المساله بهذه البساطه يا عزيز. دابا الشركه السويسريه الا قلنا لها تبيع لنا ب 400 درهم ما بغاش يمشيو للهند. نجيبو نامبورتي. وعلاش ما بغاوش؟ شنو في عندهم؟ لا كيضحك. لا شي المصلحه. انا تنقول لك ما عندناش سياسه دوائيه صحيحه اللي نجي عند الميلتي ناسيونال. لا ما نقولوش مع عزيز عافاك دابا غير باش نكونوا حيت الناس سكون ابيل لو بون سونس. الناس باش هذا هو لو بون سونس. لا بلو بون سونس. انا تنقول لك انا لا قول لي شكون المستفيد من هادشي؟ اللوبيه طبعا. هكاك طبعا. اذا دوك اللوبيه في صالحهم يبيعوا بهذا الثمن. طبعا. شحال كياخذوه هما في الاصل؟ كيفاش؟ يعني هذه روش كتبيعوا نيشان. شحال تبيعوا لهم؟ انا قلت لك دابا تبيعوا ب 180,000 ريال. المغاربه هما شحال كيبيعوه؟ الا جبناه من الهند غنجيبوه ب 400 درهم. ايوا يجيبوه هما من الهند ويبيعوه بالغلا. لا هما طبعا هما كيربحوا اكثر لان هو بلاصه ما يبيعوه ب 400 درهم كيبيعوا لك ب 180,000 ريال. نعطيك رقم بسيط جدا. لا بغيت غير نفهم. يجيبوه من الهند ويبيعوه بهذا الثمن. شكون اللي غيجيبو؟ فهمني الا قدرت نوصل لك السؤال. ما فهمتكش. رخيص انا بيع وشراي غنمشي نشوف الارخص باش نربح بزاف. الا كان الهند كيدير هذا الثمن ولكن انا باش نامبورتي خصني قرار سياسي. الحكومه ترخص للشركات انها لا فهمتك. الحكومه ما قادراش تدخل في صراع مع روش وتقول علاش ما قداش لان هناك فئات ربما مستافده من المغرب، من الانيليت في المغرب كتستافد من هذا الشيء. يعني ما كاينش شي تفسير لهذا الشيء. حيت فهمتيني. فهمتك. انا عندي الهند رخيص انا غنمشي نجيب من الهند ونبيعو. انا غادي نجي عند روش تقول لي انا دابا الناس دابا روش كتسمى راه دارت واحد ليفور كبير على انها هبطات الثمن ديال الدواء من 1,140,000 ل 180,000 ريال. 180,000 ريال. من 17,000 درهم الى 9,000 درهم. انا كنت نقول لها لا على الاقل اقل ما يمكن ندير معها كاع ما نمشيش للهند. نتاليني مع فرنسا كيدير 3,000 درهم نفس الدواء.
مزيانه هذه. دابا هذا الدواء اللي كيتباع للمغاربه بمليون و140 الف ريال، في فرنسا كيتباع ب 60 الف ريال. هنا في المغرب كيتباع ب 17000 درهم، وفرنسا ب 3000 درهم. والدخل الفردي ديال الفرنسي مضوبل على الدخل الفردي ديال المغرب 30 مره. وعلاش؟ جواب بسيط، ما نبقاوش كل مره نقولوا علاش. ما عندناش اراده سياسيه باش الثمن يرخص ديال الدواء في المغرب. هذه عزيز شوف، انا ديما كنبقى على شوف، واخا تشوف لي حيت انا كيتخربقوا عليا. تخربقوا لك لا كيكثروا عليك الارقام عادي جدا. دوله مدقدقه الفقراء المزاريات كتبيع له الدواء ب 9000 درهم، وفرنسا كتبيعوا 3000 نفس الدواء. علاش زعما؟ انا تنقول لك لان حنا لينا فرنسا قادره تجابه، وكتقول الروش الا ما بغيتيش غنجيب له جينيريك ديالو، يعني الدواء الجانيس غادي نجيبو وغادي نجيبو بهذا الثمن وغنبيعو. اذا روش كتقول الا كان غيجي دواء جانيس وغيدي لي المارشي نهبط الثمن. ولكن كاين سؤال غيطرحوا اي واحد كيتفرج فينا عزيز، وفرنسا علاش ما تاخذوش ب 300 درهم من الهند؟ لان فرنسا عندهم ديزاكور ديال الاتحاد الاوروبي كتفرض عليهم هادشي ديال لي بروفي. داكور. حنا ما داخلينش عاد نجي لهذه واحد الكارثه درناها اخرى عاوتاني من بعد ورجع لها فكرني فيها. قيد هذيك ديال قيد هذاك البروفي. زيد ها هو مقيد. لان كاع الدول هادشي اللي كدير الافريقيه، الدول الفقر، لان المغرب خصو واحد الحاجه اللي يدير في راسو، هي اننا دوله فقيره ما عندناش الامكانيات. اذا خصنا نديروا بحال اللي كيديروا كاع الدول، ما بقاش كنسني في الاتفاقيات. هما كيسنيو كتسني اتفاقيه كتوحل، كتجي كتبغي تلقى الحل ما كتلقاش، غادي نجيو للحل الثاني. اذا انا عطيتك مثال فقط ديال واحد الدواء اللي كتجي الحكومه كتقول لك انا هبط الثمن، ولكن في الحقيقه ماشي هذيك التهبيطه اللي بغينا. حنا بغينا قرار سياسي ديال انني نجلس مع روش نقول لها شي هاد الدواء ها بشحال كتبيعيه، ها بشحال تيدير في الهند، ها بشحال تيدير هنا، شحال تيدير فرنسا. اذا يا اما تاليني مع هاد الدول ولا غادي نجيبو من ديك الدوله. قرار سهل، ولكن ما عندناش لا يدير هاد الهضره. بغيت تمشي فحالك سير فحالك. انا مثلا راه نعطيك واحد الرقم باش تبان لك القوه ديال الروش. المعاملات ما بين المغرب وسويسرا 29% ما نستوردوه من القيمه الماليه ما نستوردوه من سويسرا هي الادويه والمواد لي برودوي شيميك، الدواء والبرودوي الفيترينير وداك الشيء. 29% باش يبان لك الاهميه ولا لو بوا اللي كاين في التبادلات ما بين سويسرا والمغرب. فاش كتلقى 29% فقط من الادويه والمواد الكيميائيه. اذا خص واحد عنده قرار سياسي كيجي تيقول لها هذا الشيء ما مسلكنيش، دوز لي من 17000 ل 9000 درهم ما مسلكنيش، باقي غالي عليا الدواء. ما كانش غادي نامبورتي، ما كانش غناخذ البروفي اوبليغاتوار اللي كيدار. ولكن راه المشكل ما عندناش هذه الاراده السياسيه. صافي هبطتو من مليون وهذا صافي، اذا ما عنديش مشكله. الور لا، كاين الحلول. مثلا كتجي كتلقى دواء اخر ني ديال الكونسير، واحد سوليسيون بودوكسيراد كانت تدير 6100. شنو المرض هذا؟ انا سيرتو كنهضر على الدواء ديال الكونسير لان هو اللي غالي. الكونسير شحال كان تيدير 6196 درهم. 6196 درهم. هبطنا ليه الثمن. تا هو شملاتو هذه العمليه ديال التخفيض؟ تا هو انا جيت هبط دابا ولا كيدير 4647 درهم. مزيان، حيدت 2000 درهم. 4000 ايضا عندك 4647 درهم. في بنغلاديش وفي الهند وفي جنوب افريقيا كيدير 370 درهم. 370 درهم. شحال كيبيعوه المجرمين هنا؟ دابا هبطوه 4647. والله جا شي كيعصب عز. هنا كيبيعوه دابا المغاربه 4000 درهم. 647 درهم. وفي بنغلاديش شحال؟ بنغلاديش، الهند، جنوب افريقيا وبعض الدول الاسيويه اللي عندهم لي جينيريك كيدير 370 درهم بالضبط، 373 درهم على حسب الكورس ديال الروبي ديال. وعلاش كيبيعوا هنا حنا بهذا الثمن؟ ما قادرينش نهضروا على هذا الشيء. شكون عاوتاني هنا مولا؟ هي نفس الشركه السويسريه؟ لا ماشي روش، شركه اخرى. ما قادرينش نهضروا، الناس ما باغاش تهضر على هذا الشيء، كتعتبر هذا الشيء ديال الدواء وكانه قضاء وقدر. الور كلنا قادرين نديروا سياسه وطنيه ديال الدواء ونهبطوا هذا الشيء. كيفاش غنديروا؟ حتى الله انا تنقول لك هذا حل من الحلول. ندوزوا للحلول دابا. هذا الشيء سالينا، هذا الشيء ديال ماكينه نقيس لا والو. نتفاهمنا. نجيو كيفاش نقصوا من الدواء. كاين الان واحد المعركه. تا هو كاين شي دواء شمل ديال الاكتئاب. انت كتلقى ناقصين لك 2 دراهم 3 دراهم. ماشي مشكل. لان المهم هما هذا الشيء ديال السيده ديال الكونسير، وهذا هو المشكل. لان الدواء ديال الكونسير لاش نهضر عليه بهذه الحرقه، لان الا ما وقفناش غتجي واحد النهار ما غاديش نبقاو نداواو بالدواء الجديد. نعطيك مثال، بلجيكا الكونسير، كاع الادويه ديال الكونسير
سنه 2015 كانت كتكلف الميزانيه ديال الدوله 378 مليون اورو. 378 مليون اورو. 378 مليون اورو. دابا في 2022 لحقوا المليار و420 مليون اورو. مليار و420 مليون اورو. تزاد تقريبا مليار الاورو في الثمن ديال الدواء. اذا حنا الى جينا هذو الادويه الجداد اللي كتخرج اين فوا كيخرج دواء كيخرج غالي. اذا لما جيناش من دابا نديروا سياسه دوائيه قويه، واحد النهار غنبقاو نداواو بدوك لي موليكول القدام اللي ما بقى حتى واحد تيستعملهم، بحال اللي كيوقع دابا في السيده. دابا السيده باقيين كنداويو البريمير لين اللي فيها بزاف ديال الاعراض الجانبيه وبزاف. علاش؟ لان ما قادرينش نجيبوا الدواء جديد لانه غالي، وما قادرينش نامبورطيوه من الهند اللي هي اللي رخيصه، لان عندنا اتفاقيات ديال تبادل الحر مع امريكا ومع بزاف ديال الدول. دوك الاتفاقيات كيوليو مشكله. طبعا هما المشكل الكبير مع امريكان. مساله واضحه ان في الاتفاقيه اللي درنا ديال لايلو ديال لاكور دو ليبر ايشونج، ان ماشي مساله ديال ان فاش يكون عندك البروفي ولا شركه امريكيه صنعت شي دواء ما تيكونش عندك الحق تصنعه وما تيكونش عندك الحق تستورده، وكتبقى حاصل معاهم. والمشكل اللي كان داكشي اش رجع لداكشي ديال البروفي، عندنا واحد المكتب الوطني للملكيه الفكريه والصناعيه. هذا مكتب له الدور ديالو هو تسجيل براءه الاختراع. فاش تكون شي براءه اختراع كتجي كتسجلها. المدير ديالو سنه 2015 دار واحد الكارثه في المغرب، كثار من داكشي اللي كنهضروا عليه، كثر من هادشي اللي دار هذا الوزير وهادشي. مشى وقع واحد الاتفاقيه مع اوروبا. اش كتقول هذه الاتفاقيه؟ ان اي دواء ولا اي ماده تسجلات في اوروبا اوتوماتيكمون كتسجل في المغرب. يعني كياخذ براءه الاختراع في اوروبا عنده براءه الاختراع في المغرب. وسد على كاع الدول اللي يمكن تجي. مثلا كتلقى مثلا شي دواء جديد خرج، الشركه بحال اللي كان وقع في داكشي ديال ليباتيت سي، نسات المغرب ما سجلاتش فيه براءه الاختراع، تيولي من حقها اي شركه مغربيه تسجل براءه الاختراع وتجيبو وتستوردو ولا تصنعو بثمن رخيص. هذا المدير فاش وقع هذه الاتفاقيه سد علينا. دابا ولينا كنهضروا على الامكانيات ديال شي ادويه اللي يمكن نهرسوا ليها لي بروفي ولا نشتغلوا عليها اللي قبل من 2015، ما بين 2010 و 2015. وهذا جزء من الحلول. مثلا من بين الحلول اللي كاينه عندنا واحد الشركه امريكيه سميتها ايلي ليلي كتصاوب الدويات، راه هي اللي هاد والبارح دابا حتى الدول الليبراليه كتفرض عليها. والبارح بايدن ضغط عليهم باش هبطوا الثمن ديال الانسولين ولا كيدير 10% الثمن ديالو في امريكا. دابا الرئيس الامريكي اللي دوله ليبراليه وكتقول لك السوق الحره وكلها تيبيع باش ما بغى في الانسولين، ضغط عليهم باش هبطوا الثمن ديالو. هذه غا واحد اليومين ولا 3 ايام وهبطات الثمن ديالو. هاد ليلي كدير واحد الدواء الباريسيتيميب. هذا دواء كان تيصلح الريماتيزم واحد النوع ديال الريماتيزم اللي كيبقى يتعوجوا الاعضاء ديال لا بيرسون. ولو ام اس لقاتو مؤخرا انه كيصلح حتى لو كا ديال كوفيد سيفير، الحاله ديال كوفيد المستعصيه استعملوه في لو تريتمون ديالها وعطى نتائج. هاد الباريسيميب. المشكل ديال هاد الشركه جات عندها جوج ديال لي فورم ديالو، عندها 2 ملغ و4 ملغ. خلينا في 4 ملغ اللي هي الاكثر استعمالا. هاد 4 ملغ جات الشركه سنه 2010 سجلات براءه الاختراع في المغرب، وعندها بروفي غيبقى من 2010 حتى ل 2029. يعني من 2010 2029 ما يمكنش تصنعوا وما يمكنش تستوردوا. المشكل ان هاد الشركه ما دخلاتش كاع هاد الدواء، سجلات براءه الاختراع وخلاتك معلق. شحال كتبيع هاد الدواء؟ في ميريكان ال 4 ملغ كيدير 4994 دولار، تقريبا 5 المليون. قيد عندك شحال؟ 5 المليون. في اوروبا كان تيدير 1,010,000 ريال، فاش هبطوا لي جينيريك هبطوه ل 140,000 ريال. 7000 درهم. 140,000 ريال. فيه جوج ديال لي بواط، كاينه بواطه ديال 28 كينه وكاينه ديال 14 كينه. هادو ديال 28 كينه. في الهند رفضات ان تعطي براءه الاختراع لهاد الدواء. علاش؟ اعتبرات هاد الموليكول ماشي جديده، ما بغاتش تعطيها براءه الاختراع وكتصنعوا تماك. شحال كيتباع؟ 100 درهم. 100 درهم. عاود عزيز. 100 درهم. دابا اسمح لي يا عزيز، دابا هادشي انا والله انا ما 100 درهم. وهنايا راه
هنا ما عندناش، حنا كنجيبوه من اوروبا. دونك الطبيب كيجيبو ب 140,000 ريال. دونك 140,000 ريال و100 درهم. اذا حتى لدابا كتقول هذا دابا واش في راسهم؟ راك انا جايك، انا جايك. يقدر يكون ما عارف السيد الوزير هذا الشيء. دابا انا جايك انا جايك. دابا الحكومه واش هادشي فرا دابا 7,000 درهم او 100 درهم. شحال زياده. انا جايك هنا فين كتجي الدور ديال المجتمع المدني كيديروا تقريبا الفرق 500%، 500 المره غلا ما بين الميريكان وما بين هذا. ناضت واحد الجمعيه اي تي بي سيمينا اللي هي جمعيه كتشتغل في الدواء وكاينه حتى في المغرب، عندهم لو سيج ديالهم في مراكش. تيشتغلوا على شي ديال براءه الاختراع وهذا. المهم كان القرار ديال ان خصنا نهرسوا هذا البروفي، لان هذا البروفي ولا هذا الترخيص اللي عند الشركه القانون المغربي كيعطيك الحق. القانون المغربي الماده 148 20 و148 5 كتقول من حق اي شخص او مؤسسه ذاتيه او معنويه انها تتعرض على شي بروفي الى بانت فيه ضرر للمواطنين. عادي جدا. مشات لا بروسيدور وبالفعل تحطت الدعوه نهار 2 جونفي 2023. فين تحطت هذه البلاصه؟ في الدار البيضاء، في المحكمه التجاريه ديال الدار البيضاء، باللي هذا البروفي ما يمكنش. راه الهند ما عطاتهمش، مؤخرا مصر حكمت المحكمه باش هرست البروفي، ليكوادور حتى هي حكمت المحكمه هرست البروفي. اذا هذه الجمعيه مشات في نفس السياق، اننا حتى حنا كمغاربه من حقنا نرفعوا دعوه نحيدوا البروفي باش يمكننا نامبورتيوه من الهند. من جونفي حتى لدابا المحكمه شنو كتقول لك؟ باقي ما بلغناش الشركه ديال ايلي ليلي باش يمكن نحدوا لكم جلسه لدابا. نسولك انت من جونفي لو 2 جونفي تحط الدعوه وباقي كنتسناو نبلغوا. التبليغ خدا هذا الوقت كله باش نبلغوا الشركه ديال ايلي ليلي. بمعنى السي عزيز طلع الضيم كتهضر على القضاء والنجاعه. لا وهذه مبادئ. عرفتي شنو هو؟ كاين المحكمه الاوروبيه في يعني هادشي ديال النجاعه والسرعه في البت والسرعه القضائيه هذا دواء كيحتاجوه المغربي كل نهار. على الاقل المرضى كيحتاجوه كل نهار. اذا اكثر من استعجالي من لا واش عندهم الضغط ديال الملفات زعما المحكمه التجاريه؟ ماشي ما فيش ضغط هذا. لا زعما البت ربما عندهم ضغط الملفات. هادشي كاين الاولويه. هذا دواء انا تنقول لك بلاص ما تجيبو ب 140,000 ريال لا تشريه ب 100 درهم. اولا المواطن غيستافد، لا كاس ولا سي ان اس اس غتستافد، كاع المؤسسات غتستافد. تحافظ على العمله الصعبه. هذه فيها مصلحه ديال البلاد كامله. اذا ما كاينش شي اولويه اكثر من هكا. ودابا حنا بقينا كنتسناو هذا التبليغ واحد العام. شكون اللي كيضيع؟ اذا هنا فين خص لا المجتمع المدني لا المحاميين لا كل شيء يدير ضغط كبير باش نلحقوا نهرسوا هذا البروفي. هذا الغياب تقريبا دابا السي عزيز انت ربما الصوت الوحيد في المغرب دابا. هذه ما يدار. لا شوف عزيز، احب من احب وكره من كره. في الثقافه الطبيه انت عشت معاك زعما انا كنسولك ربما انت الصوت الوحيد دابا في هذا الجانب اللي كتوعي المغاربه بالادويه. واش ما كيبان لكش هذا غياب مجتمع مدني والضغط كيزيد هذا اللوبي طبعا يمارس؟ طبعا. ولكن راه هنا دابا حنا كمجتمع مدني سال الدور ديالنا. انا لحقت المحكمه ماشي انا نمشي نبلغ. ما يمكنلكش تبلغ ولا تحكم جوستومون. اذا انا دوري ساله انت وصلتيها. انا جيت عندك قلت لك ها دعوه خصك تبدا تبت فيها. المشكل كتلقى مشكل سياسي كيتسنى شي تليفون باش يبت ولا ما يبتش. الور كونو صافي توصلتي بلغ. شحال كاع ديال الوقت طلبنا التبليغ صافي نبلغ ايلي ليلي وتبدا لا بروسيدور وبسيطه العمليه. انا شنقول لك دابا وحنا في التبليغ دابا باقيين في الشكل باقي ما لحقناش النقاش ديال المضمون لان المضمون سهل. لان كاين الكاس دو بروفي ديال مصر كاين هذا عطى الله لي زارغيمون باش نبينوا على ان هناك ضرر. واش فراسك عزيز دابا هادشي مشاع في القضيه ديالك؟ هذا الاشكال ديال التبليغ سول المحامون يعانون في التبليغ. كاين فرق. واحد المره رئيس غرفه الجنايات وانا حضرت لها في جلسه وغير قوس هذا وسدوه رئيس غرفه الجنايات في ملف ديال صلاح الدين الخاي على المقعد قال بالحرف قال لك انا رئيس غرفه الجنايات قال لك احيانا كنلقاو صعوبه غير شهاده وفاه كنلقاو صعوبه. لا دابا لا علاقه ما بين القضاء الجليس والواقف والتنفيذ. لا هادشي فاش يكونوا الاشخاص. لا انا فهمتك هذا صحي وامر عاجل. لا ماشي هكاك. مؤسسه ايلي ليلي شركه كبيره معروفه على الصعيد الدولي ما تحتاج فيه عنوان. شنو غادي نقلب انا زعما غادي نمشي نقلب عليه في شي دوار باين هذا. هنا كاين قرار سياسي ما كاينش. هنا فاش نقولوا ان ما عندناش اراده. فكرت عزيز منين قال لهم
العنوان ديال حسني بن سليمان وشكون الاخر؟ انا في المير ديال مهدي بن بركه. مهدي بن بركه دابا ما عرفناش فين كيسكنوا. والتخوف ديالنا هو هذا، هي انك انت كدير خدمتك كمجتمع مدني، كتمشي كتقول نسلك الطرق القانونيه وكتلقى هذا البلوكاج. واخا حلول اخرى عايز باش نتقدموا في النقاش. اذا هذا من ضمن الحلول الاساسيه. علاش تنقولوا هذا هو الاساس؟ علاش؟ لان الى وصلنا نهرسوا هذا البروفي، مجموعه ديال الادويه الكونسير يتبعونا في الشكل. والكونسير هو اخطر طبعا لانه هو اللي غالي، غالي هو اللي غالي زعما راه كيموتوا به الناس من غير. علاش يموتوا به؟ لا علاش يموتوا به؟ ما كيقدروش يشريوه، ما كيقدرش يشري، ما تيواكبوش، ولا حتى كاع الا بغى يشري كيشري لي موليكول القدام. هادشي اللي كيشري الدواء ما كيشوفش الجديد، ما اللي كان، مع العلم على ان لا في اسيا لا افريقيا راه لا عطيتك الاسمنه راه ما غاديش تنعس، خليك غير في هادشي. ما باغيتش الناس، عطيني والله ما باغي الناس. راه كاين دواء مثلا الكابوميكسيتيكس 200 ملغ بالضبط كيدير 53,391 درهم هنا في المغرب. 53,000 5 المليون و60 الف ريال. وشحال كيدير بلاصه اخرى؟ في الهند كيدير 800 درهم. عاودي عايز عافاك. في الهند يدير 800 درهم 16000 ريال. وهنا في المغرب 5 مليون و60 الف ريال. علاش؟ تنقول لك انا حنا المعركه اللي كل شيء واخد هذه المعركه. علاش تنقول المعركه هذه سرقه، هذا افتراس. هذا ايوا راه بيتاز قال لك شركات تفترس راه خصها هذا يوقف عليهم عاوتاني شنو كيفترسوا. يعني هذه المعركه ديال انك تربح في المحكمه لان قبل منها في 2009 شكون هاد اللوبي يا عزيز؟ ما بزاف. لا حيت انا نعطيك اكثر من شوف. اول البارح صدفه كنطيح في واحد الحوار ديال بن كيران مع الجزيره، وبقيت كنسمع له كنعاودو، وصلت لهذا المقطع قال له على وزير الصحه ياخذوا معركه ضد لوبي الادويه. ما كياخذوا معركه لا والو على الحسين الوردي. لا الحسين الوردي براسو قلبنا استمع الكلمه. نعطيك مثال ديال الوردي. انت جبتي الوردي في الدواء ديال ليباتيت سي ديال سوليبيفير. ما كانش عارف هو كاع لا سوليبيفير لا والو. سوليبيفير دواء طورته جيلياد ساينس. هاد جيلياد ساينس خرجته في ميريكان ب 85,000 دولار، 85 مليون في ميريكان. 85 شحال فيه من حبه؟ التريتمون كامل ديالو تريتمون 85 مليون. ديك الساعه ما شنو كيداوي هذا؟ اش كيداوي ديال ليباتيت سي. ما سجلاتش جيلياد في المغرب. ديك الساعه الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ولا اس ديال السيده والاي تي بي سي هذو اللي رفعوا دعوه حتى هما. هاد لو جروب دو طرافاي اللي كنخدموا بشكل مجموعي. تجمعنا حنا بثلاثه وعطينا رساله للوردي قلنا اللي راه خرج واحد الدواء جديد ديال الكبده، راه جيلياد باقا ما سجلاتش في المغرب. دابا شوف لنا شي جينيريكور ديال المغرب يسجل لنا هاد الدواء باش نقدروا امبورطيو قبل ما تسجلوا جيلياد ساينس. ماشي مشكله، ولكن عندي مشكل هي انه خصو يخرج في لا ليست دي ميديكامون ايسونسييل واحد اللائحه كتخرجها لو ام اس. درنا هاد الخدمه، مشينا لو ام اس ودار البليدوي وخرجت. ديك الساعه كانت تشانغ هي المديره وخرجت في لا ليست دي ميديكامون ايسونسييل. رجعنا عند الوردي قلنا لي شي هاد الدواء اللي كيدير 85,000 دولار وفي اوروبا ديك الساعه فاش خرج في اوروبا كيدير 76,000 اورو، راه ما مقيدش في المغرب وراه تشانغ خرجاته في لا ليست ديال لي ميديكامون ايسونسييل. دابا في المغرب اش غنديروا فيه؟ قال لك انا ما عندي مشكل ولاد الشعب وهذا. قلنا ليه المقترح ديك الساعه كان ديالي انا اننا مستعدين نوريوك منين تشريه وكل شيء، ولكن دير ليه 800 درهم الثمن ديالو. قال لك واخا انا ما عندي مشكله. خلانا مشينا من هنا عطيناه لي دوني، ها لا ماتيير بريمير منين، ها كيفاش التسجيل هذا خرجوا ب 3000 درهم باش خرج. هو كان موعدنا 800 درهم وعطى التزام. ولكن ربما تكون شي ظروف قاهره. كاينش ظروف قاهره. انت عطيتيني الالتزام، انا اللي وريتك منين غتجيب لا ماتيير بريمير وكتبقى انت محرج، لان كيما وريتي لا ماتيير بريمير راه يمكن تكسب لديك الشركات الهند ما تعطيهمش. ولكن شنو فين مصلحته؟ هذا سولوه هو شحال ربح فيها الوردي. طبعا كاينش حاجه كدار فوق. ويقال بانه احسن وزير صحه في تاريخ المغرب. هضره خاويه اعلاميا. لان حتى داك الباس دو بري دوك التخفيضات ديال الادويه. دار تخفيضات بزاف الادويه. انا بشحال هبط الدواء 3%. كلشي على كلشي 3% هي اللي هبطات. قلنا اللي دابز معنا غير على التيفي نحيدوها. الا حيدنا التيفي غنهبطوا الدواء ب 7%. قرار سياسي واحد. التيفي شحال حنا عندنا؟ 7%. فرنسا شحال؟ هذه اللي كتعجبني. 2.5 ولا ما شي حاجه هذه اللي كتعجبني. انا تنقول لك لا 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 عافاك. شوف بلاتي كتكون شي نقطه لا عاودها وزيد عاودها. التيفي في المغرب شحال؟ لا 7%. وفرنسا 2.5. 2.5. وحنا المغاربه 7.
صافي زيد. قلت لك ها هو هذا نوع ديال العمل ديال المجتمع المدني، جبتي ليه كاع لي برودوي ها بشحال بدا علينا. لا حكا لا ماتير بريمير ديك الساعه كانت تدير 10000، كانت تدير ديك الساعه 10000 دولار الكيلو، في التريتمون كامل كتحتاج شي 2 غرام ونص. دائما في اطار التخفيض، هضرت هو هبطوا لي هاد الايام الثمن ديالو في هاد البلدان، هبطوا لي دوزوه من 3000 ل 2500 درهم. 500 درهم حيدت 500 درهم مزيان. ولكن لا ماتير بريمير داز من 10000 ل 4000 دولار للكيلو. يعني كان خص على الاقل نهبطوا ل 1000 درهم حد ادنى. صحيح. اذا هنا فين كتجيك السياسه ديال الدوله خصها تخدم. واخا نمشيو لحل اخر عزيز باش نسدلوا الستار. قلت لك الا ربحنا هذه المعركه كاع الدواء ديال الكونسير نهرسوا لهم لي بروفي ونبداو. نقطه اخرى كذلك هي الاخرى هي هادشي ديال لي جينيريكور ديال المغرب، الادويه الجانسه، الضعف ديال استعمال الادويه الجانسه الغاليه باش الناس نبسطوا الدواء فاش كيكمل البروفي ديالو كيولي يتصنع. الان حنا اش كنصنعوا في الادويه الجانسه؟ كنصنعوا فقط الدواء اللي كيتستهلك بزاف. فاش ولينا كنديروا لي جينيريك في المغرب بدات كتطور. شحال ربحنا؟ شحال ربحنا 22 مليار درهم غيان في ليوتيليزاسيون ديال لي ميديكامون جينيريك. كون ولينا كنديروا لي جينيريك في الدواء ديال الكونسير، حتى هو هذا الدواء اللي كيدير مثلا بلاص من 5 مليون غيولي يدير 800 درهم لنا ان جينيريك، غادي نربحوا كل سنه 45 مليار. 45 مليار في كل سنه الا ولينا كنجينيريكيو. لا درهم ولا سنتيم؟ درهم. 45 مليار درهم اللي غيربح المغرب. لا ديولي يربح الا درنا شنو؟ الا درنا الادويه الجانسه ديال لي ميديكامون دو الكونسير. وكاين هذه الامكانيه؟ طبعا كاينه. لان تنقول لك دواء كيدير 5 المليون كتبيعه ب 800 درهم، شحال كتربح فيه الدوله؟ شحال كتولي رابح؟ على سماش ما بين 5 المليون و 800 درهم. راه كتربح تقريبا 47000 درهم ولا 43000 درهم اللي الدوله طبعا اللي كتربح الصناعه الدوائيه في المغرب. وقيس على ذلك الدواء كاملين ديال الادويه ديال الكونسير، ولكن ما عندناش هذه الاراده السياسيه. واخا عزيز دونك كنظن غنتوقفوا عند هذا الحد هذا، غنناقشوا واش يمكننا نصنعوا الدواء. هي كاينه هذه الامكانيه في المغرب. بغيت نشوف لان بزاف كيقول لنا المغرب ما عندوش هذه القدره. ثم غنشوفوا في محطه اخرى وهذه كذلك مهمه، كم تكلف عمليه الاستشفاء او ديال العلاج المغربي من كيدخل للسبيطار؟ الكلفه واش هي معقوله او غير معقوله؟ أعيدك بذلك. تعيدنا بذلك. كنشكرك عزيز، نتلاقاو في اسرع